الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنني أريد أن أتحدث عن الدفاع عن الإسلام، وأريد تفنيد بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين. وأنا كنت عايز أتكلم في الموضوع ده من زمان، ولكن الفرصة لم تتح لي أن أنا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن حان الوقت أن أتحدث عن الإسلام والمسلمين في الوقت الذي يشن فيه هجمات على الإسلام والمسلمين وحملات تشويه ضد الإسلام، تلك الحملات المغرضة التي تريد أن تنال من الدين الإسلامي الحنيف ومن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى، طب القلوب وشفاؤها وعافية الأبدان ودواؤها. وأول موضوع عايز أتكلم فيه هو موضوع الجهاد في سبيل الله. طبعا كل اللي بيجي يثير الشبهات حول الإسلام يقول لك الإسلام يرغم الناس على الدخول فيه بحد السيف، الإسلام يكره الناس على الدخول فيه بحد السيف، وإن لم يدخل فيه هذا الشخص يقتلوه، متخذين بعض الصور الباطلة التي يفتعلها بعض الناس ذريعة للشبهات حول الإسلام والمسلمين. فأنا عايز أتكلم في المسألة الأولى، وأنا هتكلم على حلقات أو على مراحل لتفنيد هذه الشبهات. أول شيء عايز أتكلم عليه هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد شرع في الإسلام للدفاع عن الشريعة الإسلامية، رقم 1. رقم 2، الدفاع عن أوطان المسلمين حتى لا يكون الوطن الإسلامي أو أوطان المسلمين مطمع لأي أحد. والإسلام ليس هو مخترع عملية الجهاد. الجهاد معروف في كل الشرائع السابقة، وعملية التدافع بين الناس معروفة في الشرائع السابقة. فمثلا من المسيحية، وهذا هو الإنجيل، يقول المسيح عليه السلام: أولئك أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم واذبحوهم قدامي. وفي سفر آخر يقول سيد المسيح عليه السلام يقول: إنني لم أنزل على الأرض سلاما بل سيفا. يبقى إذن السيف والجهاد كان معروف في الأمم السابقة. هناك من يتهم الإسلام بأنه دين عنف، لأنه قرأ حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا. هذا الحديث يتحدث عن المشركين عبدة الأصنام والأوثان، لم يتحدث عن أهل الديانات الأخرى، فلذلك لا أحد يتخذه ذريعة. وكما قال الإمام النووي في شرح مسلم في شرح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا، أن هذا ليس خاص بأهل الذمة من اليهود والنصارى، أنه خاص بالمشركين عبدة الأصنام والأوثان، فلا أحد يتخذ هذا الحديث ذريعة. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي آية أخرى:
أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وفي آية أخرى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإسلام بريء كل البراءة من أي دماء تسيل من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل شوف غزواته على تاريخ غزوات، في مدار غزوات لم يقتل أحد بسيف، لم يقتل إلا أمية بن خلف لأنه أراد أن يقتله في غزوة أحد فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يتهم الإسلام بالعنف. الإسلام بريء كل البراءة من أي دماء تسيل في العالم. محدش يجي يقول لي القاعدة حركة طالبان ولا تنظيم القاعدة ولا التكفير والهجرة، كل هؤلاء لا يمتدون للإسلام في شيء. كل هؤلاء ليس عندهم فقه الجهاد في سبيل الله أو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم لهم مرجعيات خاصة. فالإسلام بعيد عن أي عنف. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وأساليب الدعاء الذين يريدون أن يجعلوا الناس مسلمين. لكن أي حد بيتبع أسلوب العنف هذا لا يمثل الإسلام بصلة. فالإسلام على مدار غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عدد القتلى الذين قتلوا من المشركين، وأما المقارنة بينهم وبين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو الحملات الصليبية التي جاءت إلى مصر والشام أو المحرقة التي يعني صنعها هتلر لليهود. المسلمين لم يجعلوا حمامات دم في القدس لأهل الملل الثلاث. المسلمين لم يحرقوا اليهود كما حرقهم هتلر النازي. فالإسلام بعيد كل البعد عن الشبهات التي تصار حوله. فالإسلام دين سلم لا دين قتل وحرق وهد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج غزواته يقول لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا فانيا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا صومعة. هذا هي مبادئ الإسلام. الإسلام جاء لإخراج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي مبادئ الإسلام. فلا أحد يتهم الإسلام بأنه دين عنف، إنه دين سلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد جئت لأتمم